أنا بقى مشكلتي كانت أبسط بكتير. أنا كنت باحب المَيَّة السخنة وباحب آخُد دُش مَيَّة سخنة كده بعد الشغل، تريّح أعصابي، لحد ما حد يقرر يفتح حنفية المطبخ. اقفلوا الميه كده حرام. ليه ده بيحصل وازاي نختار السخان اللي يستحمل كل ده؟ السخانات انواع كهرباء وغاز وشمسي. في الكهرباء عندنا نوعين، السخان العادي خالص والسخان الفوري. الكهرباء العادي بياخد مساحه شويه بس استهلاكه بيكون اقل من الفوري. هو فكرته انه بيسخن الميه وبيخزنها جوه تانك بحيث انها تبقى جاهزه اول لما تفتح الحنفيه. طيب والفوري ده حجمه صغير وشكله شيك وممكن نداريه جوه اي ستورج، بس هو اغلى شويه وليه تفاصيله. لازم نكون مؤسسين له الكهرباء اللي تناسبه، السلك بتاعه من 6 ل 10 مللي، وكمان بيبقى اغلى شويه او اعلى شويه في استهلاك الكهرباء لانه بيكون استهلاك لحظي. والنوع التاني من السخانات هو السخان الغاز، وده ما فيهوش اي كهرباء غير بس حجرين صغيرين عشان خاطر الفتح والقفل، ولانه غاز هو ليه شويه طلبات زي طبعا المدخنه والتهويه واكيد انه يكون واصل له غاز، بس لو ضغط الميه ضعيف مش هيشتغل اصلا معايا. وفي بقى الشمسي، وده لا بيحتاج لا غاز ولا كهرباء واكيد اوفر، بس بيحتاج المكان يكون خاص بينا، يعني لو عندنا فيلا او عندنا البيت بتاعنا لوحدنا نقدر نحطه فوق الروف. طيب لو اخترنا الكهرباء هيفرق معانا جدا السعر. في حاجتين محتاجين نعمل حسابهم، اول حاجه افراد الاسره، تاني حاجه عدد الاماكن المتوصله على نفس السخان. يعني لو عايش لوحدك فاكيد يكفيك سخان واحد صغير. طيب لو الاسره عددها 3 او 4 افراد فلازم نجيب السخان اكبر، ممكن يبقى 50 او 60 لتر. طيب لو متوصل عليه اكتر من حمام او حمام ومطبخ فممكن كمان نجيب اكتر من 60 لتر. المهم ان الميه تفضل سخنه في كل الاماكن ومحدش يصرخ تحت الدش في الاخر. الخلاصه ان احنا مش بنختار السخان عشان شكله حلو او ترند، احنا بنختار اللي يناسب احتياجاتنا. لو عايز تعرف المناسب ليك اكتب لنا في الكومنتس وهنرد عليك بالسخان المناسب ليك والسعر المناسبه.